إنه الحج، إنه العج والثج، إنه المغفرة من الذنوب والخطايا، إنه معاشر الأحبة خروج من النار، ميلاد جديد، إنه يهدم ما كان قبله. الحمد لله وحده. سؤال: ما الذي يأتي بالأمم عبر التاريخ إلى هذه البقعة، إلى واد غير ذي زرع، لا أنهار، لا أشجار، ليس هناك إلا البيت العتيق الذي جعله الله قياما للناس. أتدرون لماذا يرحل الناس إلى تلك البقعة وتهوي الأنفس إليه دعوة إبراهيم؟ أتدري لماذا؟ اسأل كل من على أديم الأرض من أهل الإيمان، أمنيته في الحياة يقول أن أحج البيت العتيق، لأن هناك كان جبريل بين السماء والأرض ينزل بالوحي، هناك تأريخ هذه الأمة، هناك قبلتها، هناك سرة الكون، هناك ملتقى الأفئدة، هناك تسكب العبرات، هناك تقال العثرات، هناك معاشر الأحباب درج الأنبياء وعبر الأنبياء وأعتقت أمة الإسلام من النار. كم من مسلم أتى إلى ذاك الوادي قد حطمته أغلال الذنوب وأتعبته همومها، فبكى هناك: لبيك لا شريك لك، لبيك ذي المعارج. وهناك ما عاد إلا بشهادة ميلاد جديدة. فلا تلوموا تلك العيون ولا تلك القلوب، ولا تلوموا من تمنى الحج ومن أراد أن يطوف ببدنه، لا تلوموه، فإن هذه البقعة درة الكون وسرته. تلك البقعة تهوي الأنفس إليها، تشتاق إليها أيها المؤمن، أيتها المؤمنة. إن استطعت فهي على الاستطاعة، إن لم تستطع فأرسل قلبك هناك، فإن مقلب القلوب إن قلبه على الطاعة ملأه راحة وسعادة. استودعكم الله. إنه الحج، إنه العج والثج، إنه المغفرة من الذنوب والخطايا، إنه معاشر الأحبة خروج من النار، ميلاد جديد، إنه يهدي